هي الموضوع اجهاد عين هسه صار موضوع مزمن. وموضوع طويل الامد، لان موضوع الاجهاد يعني كنا بالسابق قبل خلينا نقول 20 سنه مجرد التلفزيون هو الشيء الوحيد اللي يسبب اجهاد. هسه الموضوع مستمر ودا يصير مشكله كلش عويصه صراحه. وهواي يجونا يعانون من صداع، يعانون من آلام، يعانون من انه مرات غواش وقتي، يعانون من حرقه بالعين، حتى مرات عينهم تدمع. هاي كلها اعراض هو الاجهاد والجفاف. طبعا الجفاف العين والاجهاد بيكونوا مع بعض، يكونون مع بعض. فلذلك واحد لازم يعرف شلون يتعامل ويا الاجهاد والجفاف على مود يتخلص من هذا الموضوع. بالنسبه لموضوع الاجهاد والجفاف ليش هو متلازم سوا؟ لانه الجفاف يسبب اجهاد والاجهاد يسبب جفاف. فلازم واحد ياخذ وقت استراحه معين. لازم يعرف شلون يتعامل ويا هذا الشيء. اكو رول بالنسبه لشلون التعامل ويا الاجهاد اللي هو 20 انا اقول هو 10 1 10 اللي هو واحد كل 10 دقائق واحد ياخذ دقيقه ويباوع على فد شيء اللي هو 10 فيت قدامه.